طيب انت اكيد عارف قصة رايا وسكينة وازاي هما كانوا ناس مؤذيين جدا. بس الغريبة بقى لما مسلسل رايا وسكينة اتعمل انت حبيت المسلسل قوي، ده كمان انت كنت حابب الشخصيات اللي في المسلسل رغم انهم شخصيات شريرة. طيب تعال بقى نتكلم شوية كده عن مسلسل رايا وسكينة ونشوف ايه المسلسل ده. مسلسل رائع جدا، مهما تتفرج عليه عمرك ما هتزهق منه. مسلسل رايا وسكينة هو اتعمل في سنة 2005. المسلسل ده فيه بعض الشخصيات بجد، يعني هم جسدوا شخصياتهم زي ما الكتاب بيقول بالظبط. يعني نبتدي مثلا بشخصية رايا اللي عملتها عبلة كامل. شخصية رايا دي اعتقد اي ممثلة تانية هتلعبها في يوم من الايام بقى، سواء في فيلم او في مسلسل او اي عمل فني كده، مش هتوصل لابداع عبلة كامل او لتقمص عبلة كامل لشخصية رايا دي. وبصراحة حتة التقمص دي مش غريبة على عبلة كامل. يعني تعال نرجع كده لسنة 1996، هنلاقي عبلة كامل لعبت دور فاطمة كشري، اشهر دور في الدراما التلفزيونية المصرية يعني عامة. يعني دور فاطمة كشري في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. عبلة كامل عملت الدور ده برضو بطريقتها هي اللي الناس اتعودت عليها منها، طريقة عبلة كامل البسيطة جدا اللي ما فيهاش تعقيدات للدور وما فيهاش أي صعوبات، هي بتقدم الدور بكل بساطة كده. ولو رحنا مثلا لمسلسل تاني زي مسلسل أين قلبي مع يسرا، على شخصية وصال اللي قدمتها عبلة كامل في مسلسل أين قلبي مع يسرا هي شخصية مختلفة تماما عن شخصية فاطمة كشري اللي قدمتها في لن أعيش في جلباب أبي. وده بيدل ان عبلة كامل ممثلة يعني نقدر نقول عليها عبقرية. نروح بقى لدور رايا تاني، هنلاقي ان رايا دي ليها مشاهد كتير جدا مميزة. يعني مثلا مشهد النهاية، المشهد اللي هي واقفة قدام وكيل النيابة كده هوت وبتعترف على كل الجرائم اللي عملتها. انا عايزك بس تركز على نظرات عبلة كامل في المشهد دوت. ايوه ممكن البعض يشوف ان النظرات التبريء والحاجات ديت ممكن تكون حاجة اوفر شوية، ولكن انا عايز افهمك الشخصية دي هي شخصية سايكو او مريضه نفسيا. اللي يقتل الكم دوت من الناس ويعيش عادي كده فهو شخص مريض نفسي. فكون ان الشخصيه دي تقف قدام وكيل النيابه كده هوت وخلاص هي فاضل لها خطوه على الاعدام، فلازم طبعا يجي لها حاله هستيريه من التبريء والحاجات ديت. فده شيء طبيعي جدا من وجهه نظري. يعني انا شايف ان دي حاجه طبيعيه. ممكن انت تختلف وتقول لا ده كان اداء اوفر شويه، ولكن الشخصيه دي ما تتلعبش الا كده فعلا. ونروح بقى لشخصيه تانية في المسلسل ده وهي شخصيه سكينه، سمية الخشاب. يعني مثلا لو هتشوف سمية الخشاب في المسلسل ده، يعني مش هي دي بلبلة اللي اتقدمت في الحقيقة والسراب. يعني بلبلة دي كانت شخصية طيبة جدا اللي هي كانت بتلعبها دي. دور سكينة ده كان مكتوب بشكل كويس، وسمية الخشاب برضو عملته بطريقتها وبشكل كويس جدا. وكمان من المشاهد اللي بيبين لك فيها الكاتب ان بالرغم من ان شخصية سكينة دي شخصية قاسية ومؤذية وفيها مشاكل وفيها العبر كلها، ولكن هي عندها جانب كويس في حياتها، وهي ان ليها صاحبة بتروح لها وبتحبها جدا وهي مريم الشامية. وهي كانت مستحيل تأذي صاحبتها ديت بأي شكل من الأشكال مهما ضغطوا عليها باقي العصابة يعني ان هي تأذيها. يعني مخرج المسلسل ده كان عايز يوصل لك هنا هوت ان شخصية سكينة ديت فيها حاجة كويسة فعلا غير شخصية رايا اللي ما عندهاش رحمة بأي شكل من الأشكال. ونروح لحسب الله اللي من وجهة نظري من أفضل الشخصيات في المسلسل ده. يعني سامي العدل الله يرحمه قدم شخصية حسب الله دي بطريقة إبداعية جدا. يعني شخصية فعلا تقدر تقول عليها ان هي شخصية أيقونية. مسلسل رايا وسكينة يا جماعة يعني جميل جدا، حتى المزيكا فيه، حتى أغنية تتر البداية وتتر النهاية جامدة. نروح لحسب الله تاني بقى. شخصية حسب الله دي هتلاقيه شخص ما بيعملش أي حاجة، عايش عالة على الستات كده هوت وما بيعملش أي حاجة في حياته ولا بيشتغل ولا بيعمل أي حاجة، ولكن في الآخر هو معلم. يعني متقدرش تقول عليه ان هو مش معلم، هو معلم، يعني اللي هو معلم بالعافيه. شخصيه عبد الرازق، يعني عبد الرازق ده بقى ايه حكايته؟ تصدق؟ هتصدق ان شاء الله. العبقري صلاح عبد الله بيقدم دور عالمي من وجهه نظري. دور هو كوميدي بس في نفس الوقت شرير، يعني ازاي ما تعرفش. نروح بقى لشخصيه عبد العال، بنلاقي ان رياض الخولي بيقدم دور مميز قوي. شخصية عبد العال دي رغم ان هو شرير بس في بعض الاحيان هتلاحظ ان هو بيخاف شوية وعايز يبطل اللي هم بيعملوه. في شخصية تانية برضو معاهم في العصابة وهي شخصية عرابي الصوامعي، احمد ماهر، الممثل اللي اعتقد هو ممثل جميل جدا وما خدش حقه في النجومية خالص. احمد ماهر في المسلسل ده قدم دور البلطجي بطريقة احترافية جدا. يعني انا بسأل نفسي سؤال، هو ليه مسلسل رايا وسكينة ده من المسلسلات اللي لسه عايشة لحد دلوقتي؟ ليه المسلسل ده لما يتعرض قدامي يعني مثلا لازم اقعد كده واتابع المسلسل من جديد حتى لو هو كان معروض من شهرين 3 مثلا؟ اعتقد ده بسبب ان المسلسل متكامل من حيث العناصر.
يعني مثلا الكتابة والتمثيل والإخراج، كل حاجة في المسلسل ده متكاملة وبتخدم المسلسل إن هو يطلع مسلسل أيقونة في عالم الدراما المصرية. إيه في عالم الدراما المصرية دي؟ حسيت إن أنا مذيع راديو ولا حاجة. ماشي. والمسلسل ده زي مسلسلات كتير قوي، لو اشتغلت قدامك 1000 مرة هتتفرج عليها وتتابعها برضه، زي لا أنا عايش في جلباب أبي والحاج متولي ويتربى في عزه والضوء الشارد وحديث الصباح والمساء. كل المسلسلات دي هي مسلسلات فعلا أيقونة في الدراما المصرية، والمسلسلات دي لو اتعرضت 100 مرة قدامك انت مش هتمل منها أبدا. ودي حاجة غريبة، انك لو هتيجي تبص على المسلسلات دي كلها كده هتلاقي إمكانيات التصوير كانت فقيرة جدا. يعني هي مش أعلى إمكانيات، مفيش درون بيصوروا بيه، مفيش كاميرات احترافية لأبعد حد، يعني حتى اللوكيشنات كانت بسيطة جدا وعلى قدها. مش عارف ليه احنا بنحب المسلسلات دي الصراحة، يعني يمكن عشان المسلسلات دي كانت بسيطة كده وشبهنا. المسلسلات دلوقتي بقت بتفتقد للبساطة، يعني ما بقاش فيها بساطة بربع جنيه، مش عارف ليه. بس كل اللي أعرفه إن المسلسلات بتاعت زمان دي مهما مر عليها الوقت هنفضل نتفرج عليها برضه، لأنها باختصار مسلسلات بسيطة. سلام.